أقل من دقيقتين بس هقولك على أهم 3 حاجات لازم تعملهم عشان تحافظ على الحسابات بتاعتك على السوشيال ميديا. أول حاجة خالص هم 5 خطوات لو مشيت عليهم هتقدر تأمن كل الحسابات بتاعت ميتا. يلا بينا. كل اللي عليك تعمله علشان نضمن حماية كاملة إن أنت تنزل أبليكيشن جوجل أوثنتيكيتور. في طبعا أبليكيشنز تانية كتير بس ده أبليكيشن فري ومتواجد على البلاي ستور والأب ستور، ومجرد ما تنزله عندك هتلاقي ان انت تقدر تعمل لوجن عليه بالجيميل بتاعك، وهنبدأ نحط عليه الاكواد بتاعه الحماية بتاعه الابليكيشنز. طيب لو رجعنا تاني ودخلنا مثلا فيسبوك او انستجرام او اي حاجة تبع ميتا، ودخلت على البروفايل بتاعك وبدأت من هنا تدخل على السيتنج اند اكتيفيتي او السيتنج اند برايفسي في الفيسبوك، هتلاقي في حاجة اسمها اكاونت سنتر. بمجرد دخولك على الاكاونت سنتر ده هتلاقي في حاجة اسمها Password and Security، هتدخل عليها وهتروح على 2 Factor Authentication للأكاونت بتاع حضرتك. هيبدأ ان هو يعمل لك اول طبقة حماية، ودي اللي الهاكرز حاليا للأسف بقوا بيتخطوها، او لو هو مع الجيميل بتاعك فهو هيتخطاها بسهولة جدا. بعد ما تدخل الكود بتاعك هتلاقي فيه اوبشن في الاغلب مش هتبقى حضرتك عامله، وهتبقى مفعل مثلا الاس ام اس والواتساب او اي additional methods، بس هتلاقي في حاجه عندك اسمها authentication app. ومجرد ما تدخل عليها هتلاقي ان دي مش متفعله. اول ما هتفعلها هيقولك يلا بينا نسطب authentication app. طيب هيطلب منك ايه؟ هيدي لك كود. مجرد ان انت هتاخد الكود ده وتروح على الاوثنتيكيشن اب وتعمل البلس اللي تحت دي، هتقول له انتر ا سيت اب كود. هتبدا تحط اسم الاكونت بتاعك ان ده الاكونت بتاع الانستجرام او بتاع الفيسبوك او ايا كان بتاع انهي بلاتفورم، والكلام ده موجود في كل السوشيال نتوركس يا جماعه. وهتحط هنا الكي اللي هو الكود اللي هو اداهولك وتقول له اد. اول ما هتقول له اد هيدي لك كود مكون من 6 ارقام زي اللي انتوا شايفينهم دول. هتاخد الكود دوت، ومجرد ان انت هنا طلع لك الكود وقلت له نيكست هتبدا تحط له ال6 ارقام دول. هتلاقي على طول الاوثنتيكيشن اب اتفعل عندك بالفعل، ودلوقتي انت الاكونت بتاعك بقى محمي، محدش يقدر يخش عليه حتى لو عدى الاوثنتيكيشن بتاع رقم التليفون لو هو عامل هاكينج على تليفونك، او بتاع الايميل لو هو مع الايميل بتاعك، مش هيقدر يخش غير بال6 ارقام اللي انت حاططهم دول بس. ده كده انت امنت حسابات السوشيال ميديا بتاعتك. ودلوقتي بقى تعالى نأمن الايميل بتاعك ايا كان انت بتستخدم انهي ايميل، جيميل، ياهو، ايا كان، بس الاكتر مننا بيستخدم الجيميل. فتعالى نأمن الجيميل بتاعك في خطوات بسيطة جدا، سواء بتستخدم اي نوع ايميلات، ياهو، جيميل، هوت ميل، ايا كان، بس طبعا المعظم مننا بيستخدم الجيميل. تعالى اقول لك بقى ازاي تأمنه بخطوات بسيطة. حضرتك هتدخل على الجيميل بتاعك وهتدوس على الدايرة اللي فيها صورتك وتقول له مانج يور جوجل اكاونت. هتبدأ تخش على جوجل اكاونت، هتنزل عند security and sign up، تضغط عليها. هتنزل تحت كده هتلاقي فيه recovery ايميل وريكفري فون. لازم تتأكد ان انت حاطط ايميل تقدر تأكسس عليه ورقم تليفون تقدر تأكسسه، وطبعا بيبعت لك كود عليهم عشان يتأكد ان هم مفتوحين دلوقتي وشغالين، ودول من خلالهم لو لا قدر الله حضرتك جهازك حصل فيه حاجة او نسيت الباسورد بتاع الجيميل تقدر ترجع من خلاله وتعمل ريكفري للاكاونت بتاعك بسهولة. حاجة كمان تتأكد ان انت قافل السكيب باسورد وامبوسيبل دي، لان انت لو فاتحها فاي حد دخل على ايميلك من جهازه في اي وقت من الاوقات انت كنت مديله الباسورد او فاتح من عنده، لو دي متفعلة فهو يقدر يخش تاني من غير ما يطلب منك الباسورد الجديد اللي انت غيرته. ليه؟ لان هو معمول له سكيب، لان اتحفظ على جهازه ان هو يقدر يخش على ايميلك. الحاجة الأخيرة هي التو ستيب فيريفيكيشن شبه اللي احنا عملناها في أكاونتات ميتا. مجرد ما تضغط عليها هيطلب منك إن أنت تدخله الباسورد بتاعك، وأول حاجة قدامك هتلاقيها حاجة اسمها جوجل برومبت، ودي للأسف الهاكرز دلوقتي بيقدروا يتخطوا المرحلة دي لو هو عنده أكسس على جهازك بشكل أو بآخر. وفي الفون نمبر اللي احنا ضفناه، وفي حاجة اسمها باك اب كودز إن أنت بتسيب مجموعة أكواد عندك عشان تقدر ترجع لها في أي وقت. واخيرا الحاجه اللي احنا فعلناها في ميتا من شويه اللي هي الاوثنتيكيتور. بمجرد ما تدوس عليه هتمشي نفس الخطوات بتاعه الاوثنتيكيشن وتبدا تضيف لجوجل اوثنتيكيتور اكاونت جوجل بتاعك عشان برضو يجيلك 6 ارقام هناك تقدر تدخلهم. ولو لاحظتوا هنا في تايمر بيبدا يعد، لان ال6 ارقام دول بيثبتوا لمده دقيقه او اقل كمان. اي اكونت ليك بقى على السوشيال ميديا لازم تكون متأكد ان ارقام التليفون والايميلات اللي موجودة عليه انت ليك اكسس عليها.
تعال اوريك تعرف ده منين. لازم زي ما قلنا تكون متأكد من ارقام التليفون والايميلات اللي متواجدة عليهم. يعني مثلا في الاكونتس بتاعت ميتا، لو رحت برضو على الاكونت سنتر هتبدأ تنزل تحت هتلاقي في حاجة اسمها البروفايلز بتاعتك والبيرسونال ديتيلز. بمجرد ما تضغط عليها هيطلع لك البروفايلات كلها اللي مرتبطة مع بعض، اللي بالاغلب بتقدر تاكسس على بعض بنفس اليوزر نيم والباسورد، بس اللي احنا محتاجينه فيها الكونتاكت انفو. الجزء ده مجرد ما تضغط عليه هتلاقي ارقام التليفون والايميلات اللي متسطب عليها او تقدر تاكسس الاكونتس بتاعتك. لازم تتاكد ان انت ليك اكسس عليهم. طب افرض انا في ايميل ياهو قديم او ايميل جيميل ما بقيتش اقدر ادخل عليه، او في رقم تليفون انا مش عارفه، على طول هروح اضيف رقم تاني مكانه او ايميل تاني وهيجي لي كود اضيفه علشان ااكد ان ده فعلا ايميلي او رقم تليفوني، وابدا بعديها على طول اخش على الايميل اللي انا مش عارفه وابدا اعمل له ديليت، اشيله خالص علشان ما يبقاش ليه اكسس مهما حصل على الداتا بتاعتي. بس لازم في الاول احط ايميل تاني او رقم تليفون انا ليا اكسس عليه.